بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل وصباح الجمال، صباح التفاؤل الإيجابية والنشاط والحيوية والقشطة والمهلبية. النهاردة الحد يوم جديد وهدية من عند ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة اليوم ال12 في نظام الطيبات، إحساس ممتع وجميل الحمد لله. وكالعادة نايم بدري وصاحي بدري قوي، مش بدري نايم بدري قوي يعني عشان فطرت امبارح، المهم بس المهم صاحي بدري والله، يعني الحمد لله، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى. واليوم النهاردة السابع في الصيام الشرعي أيام البيض، 7 ذو الحجة سنة 1447 هجرية. للذكرى يعني نداء إلى الأمة العربية: جربوا نظام الطيبات هتعيش بصحة وشباب حتى الممات. هل تعلم أن جسم الإنسان معظمه مية، وأن كل خلية فيك بتعمل بطاقة مذهلة؟ سبحان الله، لا تتوقف لحظة واحدة. داخل جسمك توجد مصانع دقيقة اسمها الميتوكوندريا، بتحول الغذاء والأكسجين إلى طاقة وحياة وحرارة. الأكسجين يأتيك مجانا يا باشا مع كل نفس. خد نفس كده عميق واكتمه وطلع، شوف جسمك هيبقى عامل ازاي. لكن السؤال حقيقي: ما نوع الوقود اللي بتدخله لجسدك كل يوم؟ اليوم الإنسان العربي يعيش وسط أكل صناعي، إفراط في الطعام، وقلة الحركة، والصيام، ونوم قليل. والنتيجة تعب، سمنة، مرض، التهابات، وضعف في الطاقة. الحقيقة البسيطة: جسمك خلق يعيش على البساطة. جسمك خلق عشان يعيش على البساطة يا حبيبي. كلما اقتربت من الماء، الطعام الطبيعي، الصيام، الحركة، النوم الجيد بدري، الصحيان بدري، عاد جسمك إلى توازنه الطبيعي الحقيقي. الصيام ليس حرمان، بل إعادة تشغيل للجسد. والجوع أحيانا ليس خطر، بل فرصة للجسم ينظف نفسه بنفسه ويستعيد قوته. اعتني بما تأكله، أنت ما تأكل، لأن غذائك يتحول إلى طاقة، أفكار، وصحة، ومستقبل. جسمك ليس مجرد لحم وعظام ودم، جسمك معجزة إلهية حية. عودوا إلى الطعام البسيط، عودوا إلى التوازن، عودوا إلى نظام الطيبات. جسم الإنسان مصنع طاقة مذهل. الأكسجين زي ما أقول يدخل مجانا مع كل نفس، لكن نوع الغذاء هو اللي بيحدد صحتك وطاقتك وحياتك. الصيام راحة للخلايا، والغذاء الحقيقي وقود الحياة. ودي نداء بقوله، معلش أنا بطول يعني، فحاول تستوعب الكلام وأنا بقول تجربة شخصية. زي ما قلت، سبحان الله، جسم الإنسان معجزة إلهية عظيمة. أغلب تكوينك مية وهواء وكربون، أنت طاقة حية بتتحرك بإذن الله. وزي ما قلت، كل خلية في جسمك بتعمل ليل نهار لتنتج الطاقة داخل مصانع صغيرة زي ما قلت اسمها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا، مش عارف بقولها صح ولا لا. هناك تحول الغذاء إلى حرارة وحياة وحركة وفكر. الأكسجين ببلاش، والحركة والرياضة ببلاش. لكن المشكلة في نوع الوقود اللي بتصنعه في جسدك. بيصنع الفرق بين إنسان مليء بالطاقة وإنسان مرهق ومريض ومتعب. الإنسان الحديث أرهق جسده بكثرة، زي ما قلت: أكل صناعي، إفراط في الطعام، الأكل المستمر دون صيام أو راحة للجسد. الحقيقة البسيطة: جسمك لا يحتاج كل هذا التعقيد. كلما اقترب الإنسان من الطعام الطبيعي اللي بيطلع من الأرض، المية نظيفة، غذاء بسيط، صيام شرعي وصيام متقطع، نوم جيد، عاد الجسم إلى توازنه. زي ما قلت، الصيام مش حرمان، الله على الحمامة بل صيانة داخلية للخلايا. والجوع أحيانا ليس عدوا، بل فرصة للجسم يصلح نفسه بنفسه. والغذاء الحقيقي ليس مجرد ملي المعدة يا باشا، بل وقود للخلايا والعقل والروح. ولهذا أدعوكم إلى تقليل الأطعمة المصنعة، تقليل الإفراط في كل شيء، العودة للطعام البسيط، احترام إشارات الجوع والشبع، وإعطاء الجسم وقت للراحة والصيام. جسمك مش آلة قمامة، جسمك يعني معمل طاقة إلهية، يعني سبحان الله، مذهلة. اعتني بيه يعتني بك. عناية ذاتية، جسدية، روحية، عقلية، ذهنية. يا ريت تسمعوا الكلام ولا بقول لكم تجربة شخصية قدامكم. شاب أهو 63 سنة وبيجري ماراثونات في ألمانيا 42 كيلو. كلام على أرض الواقع، الحمد لله.
فأنا لمّا جرّبت نظام الطيبات جرّبوا يا جماعة والله أنا نوم بعمق، يعني اللي حصل بالنسبة لي طبعًا قبل كده أكل صحّي وكل حاجة، ولكن لمّا امتنعت فعلًا عن البيض، جرّبوا يا جماعة يا دولة عربية، اسمعوا الدكتور ضياء العودة الله يرحمه، مش هتلاقوا دكتور في العالم زيه، في العالم كله مش في الدول العربية، والله العظيم. الراجل ده أنا باسمع له فيديوهات وكنت باسمع فيديوهاته، يعني أي إنسان طبيعي يعني على نياته هيفهم كلامه، بيحكي بعلم، ببساطة، بتواضع، وكان نيته خير مش عاوز حاجة، مش زي الدكاترة اللي بيطلعوا عاوزين فلوس وبيتاجروا في صحة الناس. وأنا مش هاسكت، وأنا هادعم نظام الطيبات والله لو حتى هيحصل إيه، لأن أنا مقتنع بالشيء ده، وأنا هدفي صحة الناس، هدفي صحة الناس. ماشي، فوقوا بقى في الدول العربية فوقوا مدير نداء ليكم، وبقول لكم بتجربة شخصية والله، وناس كتير جربوا الموضوع ده وربنا شفاهم، حاجة ببلاش كده، أنت ولا محتاج دوا ولا محتاج دكتور، الدكتور جواك. رجائي جرب وجسمك يقول لك. احنا اولا بمعنى اصح مش عاوز حاجه، ولا بقول لك خش على الخاص وزي الدكاتره كده يقول لك بيعالجوا بالاونلاين وبالدولار، كلامه واضح يعني. انت مش محتاج الحاجات دي، صحتك بين ايديك، نظم اكلك. وبعدين ده والله انا وفرنا، يعني احنا في المانيا وفرنا انا ومراتي والله بنقول احنا بنروح نشتري وفرنا، بنجيب بطاطس ورز والتوست تمام والمربى، كنت باكل مربى بس مش بتقل فيها قوي، والنوتيلا والعسل. والله العظيم حياتي اتغيرت وجسمي اتغير، انا بتكلم بتجربه وطاقه وحيويه ونشاط. وجريت، كان في مسابقه عندنا في النادي وجريت في شباب اصغر مني ما عرفوش يحصلوني، وصايم النهارده وهعمل رياضه بعد شويه، وبعد شويه هعمل لكم لايف بعد ساعه ولا ساعتين ان شاء الله. واسال، وصحتك بين ايديك. وديني ده للأمة العربية عودوا للبساطة، هتعيش بصحة وشباب حتى الممات. يا ريت تسمعوا الكلام ده، جربوا نظام الطيبات، جربوه مش هيخس عليك حاجة. ماشي، جربوا يا جماعة، وكل واحد في البيت هيبقى دكتور ضياء العوضي. جربوا، أنا مراتي جربت الحمد لله صحتها اتحسنت، وأنا أهو، ومش عاوزين حاجة، احنا عايزين صحتكم ودي تخربتكم، يعني من غير الصحة مش هتقدر تعمل. يا ريت تستوعبوا الكلام وخش واسأل، وانا بعمل لايف، ويا ريت حضرتك دكتور او مختص ادخل وانا اتحداك على الكلام اللي انا بقوله. ماشي، اتحداك ونعمل مناظره مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.